هذا الرجل الذي قضى عمره 75 عاما وكأنها سنوات قليلة، وكان قصير العمر. في هذه المدة القصيرة قدم الكثير الكثير، وكان زاهدا في حياته. يكفي أن تعلموا بأنه أخذ متاع بيته من كربلاء إلى الكويت، وحينما انتقل إلى إيران طلب أن يأتوه بنفس المتاع والأثاث، ولم يؤثث جديدا، وعاش إلى آخر عمره عيشة الزهاد. وقد رأيت من قريب المكان الذي كان يعيش فيه هذا المرجع العظيم. كان في هذا البيت الذي رأيتم في هذه الحيطان الحقيرة 20 سنة. لم يخرج من بيته إلا بعد أن أخرجه الناس على أصابع أيديهم وهم ينادون لا إله إلا الله.